هلو ازيكم حبايبنا في كل مكان. النهاردة هقدم لكم حاجة كلنا بنموت فيها، كشري مصري على اصوله بكل اسراره. ازاي نعمل طبق الكشري، وكمان هوريكم ازاي نعمل صلصة الكشري بطريقة احلى من بتاعة المحلات، والدقة بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان الشطة هوريها لكم ازاي نعملها بطريقة بسيطة. الثلاث حاجات دول هما اللي بيفرقوا في طعم الكشري، لو اتظبطوا بيودوا الكشري في حتة تانية، هتبطلوا تشتروا كشري من المحلات تاني. تابعوني خطوة بخطوة عشان تعرفوا تريكات واسرار الكشري. اول حاجة انا بشكركم على تشجيعكم ودعمكم ليا والكلام الجميل اللي انتوا بتقولهولي ان القناة تستمر. في ناس كتيرة متابعيني بس مش مشتركين في القناة، من فضلكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ودعموني بلايك وشير وكومنت جميل. يلا بينا. اول حاجة هنعملها هنجهز البصل. المقادير: 2 بصل كبار، 1 كوب زيت، 2 معلقة كبيرة نشا، التوابل ملح فلفل اسود كمون. وبعد ما بنحمر البصل بنحط رشة من التوابل. بنغسل البصل ونقطعه 4 تربع، وبعد كده بنقطعه لجوليان او شرايح متوسطة. بنستخدم اي نوع بصل مش هيفرق، بس يفضل البصل الابيض لو متوفر. لكل بصلاية بنضيف معلقة كبيرة نشا. كمية البصل حسب الرغبة، انا عن نفسي بحب بصل كتير على الكشري، بس انا عندي مش الكل بيحب يضيف بصل على الكشري. بعد كده بنضيف النشا على البصل ونقلب كويس جدا بحيث ان البصل يتغلف بالنشا. النشا هو اللي بيخلي البصل يقرمش حتى لو بات لتاني يوم. في طاسة كبيرة بنضيف زيت وفير، ولما الزيت يسخن جدا بنضيف نص كمية البصل، مش بنحط الكمية كلها، وبالشوكة بنحاول نبعد البصل عن بعضه، وعلى درجة حرارة عالية بنحمر البصل، ومن وقت للتاني بنقلب البصل عشان يتحمر من كل الجوانب. ولما ياخد اللون البني بنطلعه على طبق كبير عليه ورق مطبخ او على شبكة عشان نصفي الزيت، وبالطريقة دي البصل بيتحمر بسرعة، ما بياخدش وقت طويل. وبعد كده بنضيف باقي كمية البصل، والزيت هو هيكون العامل الأساسي في تجهيز مكونات الكشري. يلا نجهز العدس. المقدار 1 كوب عدس بجبة، بنغسله ونصفيه، وفي طبق متوسط بنضيف مية سخنة وننقعه لمدة 10 دقايق. والخطوة دي مهمة، بتسرع في عملية السوى وتقلل من الانتفاخات. وبعد كده بنسخن مية ونسوي العدس على درجة حرارة متوسطة لحد ما العدس يستوي، بس ما يتهريش، لمدة حوالي من 10 ل 15 دقيقة. بنضيف نص معلقة صغيرة ملح وحبة كمون، بيفرق قوي في الطعم. يلا نجهز المكرونة. بنغلي مية على النار. المقادير: 1.5 كوب مكرونة صغيرة، نص كيس مكرونة سباكيتي. مقادير المكرونة على حسب عدد الأفراد، المقادير دي تكفي حوالي من 4 ل 6 أفراد. ولما المية تغلي بننزل بالمكرونة الاسباجيتي الأول وننزلها في المية ونقلبها عشان ما تلزقش ببعضيها، وبعد كده بننزل بالمكرونة الصغيرة ونقلبهم تقلبتين. بنضيف نص معلقة صغيرة ملح، وعلى درجة حرارة متوسطة بنسوي المكرونة لمدة من 10 ل 12 دقيقة على حسب نوع المكرونة. لما لون المكرونة بيبقى فاتح بيبقى كده المكرونة استوت، ولما المكرونة بتستوي بنصفيها بس مش بنغسلها بمية. والتركة هي ان احنا بنضيف معلقتين زيت من الزيت اللي حمرنا فيه البصل على المكرونة ونقلبهم كويس، وده بيساعد ان المكرونة ما تلزقش في بعضيها، وبيديها لون كده ولمعة وطعم حلو. وبنخلي المكرونة في نفس الحلة عشان قبل التقديم على طول بنسخنها على النار لمدة 5 دقايق. ولما العدس بيستوي بنصفيه وبنسيبه في نفس الحلة ونغطيه عشان ما يبردش. يلا نجهز الرز. المقادير: 1 كوب رز، 1 كوب شعرية، نص معلقة صغيرة ملح. في حلة متوسطة بنضيف معلقتين من زيت البصل، ولما الزيت بيسخن بنضيف الشعرية ونقلبها كويس، وعلى درجة حرارة متوسطة بنحمر الشعرية لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل. بنغسل الرز كويس لحد ما نتخلص من النشا وتبقى المية صافية. بعد كده بنصفيه، ولما الشعرية تتحمر بنضيف الرز ونقلبه كويس جدا لمدة دقيقة أو دقيقتين.
وبعد كده بنضيف مية سخنة تغطي الرز بحوالي 2 سنتي. بنضيف نص معلقة صغيرة ملح ونقلب تقليبة واحدة ونغطي على الرز، وعلى درجة حرارة متوسطة بنسوي الرز لحد ما يتشرب المية، وبعد كده بنقلل درجة الحرارة لحد ما الرز يستوي. يلا نجهز صلصة الطماطم. المكونات 2.5 باوند طماطم حمراء يعني حوالي كيلو، 2 معلقة كبيرة معجون طماطم، 1 بصلة صغيرة، 1 معلقة كبيرة توم مفروم، 1 معلقة كبيرة خل، 3 معالق كبيرة زيت. التوابل 1 معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، 1 معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، 1 معلقة صغيرة توابل ادوبو، 1 معلقة صغيرة كمون، 1 معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة فلفل حار، وده اختياري. اول حاجة بنعملها بنغسل الطماطم كويس وبعد كده بنصفيها، واحنا بنشتري الطماطم بنقيها حمراء وطرية بتبقى حلوة في الصلصة. دي نفس الطريقة اللي انا بعمل بيها الصلصة وبخزنها في الفريزر، بس بضيف عليها ملح وسكر وزيت. بنقطع الطماطم ل4 تربع ونشيل الجزء الاخضر اللي في النص بالشكل دوت. وبعد ما قطعنا الطماطم هنخلطهم في الخلاط. في الاول بنضيف حوالي تلت كوباية مية ونحط حبة طماطم وبعدين نخلطهم، وبعد كده بنزود حبة حبة لحد ما بنخلط كل الكمية، وبعد كده بنصفي الطماطم عشان نشيل القشرة والبذور. الخطوة دي مهمة بتفرق في شكل وطعم صلصة الطماطم. وبعد كده بنقطع بصلاية صغيرة ل4 تربع ونفرمها فرم ناعم جدا في الكبة. وفي طاسة كبيرة بنضيف 3 معالق كبار من زيت التحمير، وبعد كده بننزل بالبصلة ونشوحها لحد ما تدبل وبيكون ليها ريحة. بنفرم الثوم فرم ناعم في الكبة. بناخد معلقة كبيرة من الثوم المفروم وننزل بيها على البصل ونشوحها، ولما نشم ريحة الثوم بننزل بعصير الطماطم، وعلى درجة حرارة متوسطة بنسبك الطماطم. ولما الطماطم تغلي بنضيف معلقتين كبار من معجون الصلصة. بنضيف التوابل الملح، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، توابل ادوبو، بابريكا، وممكن نضيف شطة على حسب الرغبة، كمون، ونضيف معلقة صغيرة سكر عشان تعادل الحموضة، ونقلب كويس جدا. هقول لكم على اضافة بتنقل الصلصة لحتة تانية، ان احنا نضيف معلقة كبيرة خل وندوق الصلصة عشان نظبط الملح، ونغطي على الصلصة لحد ما تتسبك. وبعد ما الرز يستوي بنطلعه في طبق كبير عشان يتهوى وما يعجنش. ولما صلصة الطماطم تتسبك يعني بيبقى قوامها سميك ولونها غامق، وبكده صلصة الطماطم بتبقى جاهزة. احنا ما بنطفيش النار عليها، بنوطي النار لدرجة حرارة منخفضة جدا لحد وقت التقديم. يلا نجهز الدقة. في كوباية ازاز كبيرة بنضيف معلقة صغيرة توم مفروم، ونضيف عليهم نص كوباية مية سخنة، وعليهم 4 معالق كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من زيت البصل المقلي، والتوابل نص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، نص معلقة صغيرة كمون، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة توابل ادوبو. وبكده احنا عملنا احلى دقة بطريقة سهلة وبسيطة، وتقدروا تقدموها بالطريقة اللي تعجبكم في طبق ازاز او ازازة. يلا نعمل الشطة بطريقة سهلة خالص. في كوباية كبيرة بنضيف 4 معالق كبار من صلصة الطماطم اللي احنا جهزناها، وعليها ربع كوباية من المية السخنة عشان الشطة بتبقى خفيفة عن الصلصة، وبعدين بنضيف عليها نص معلقة صغيرة من الشطة، نص معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الزيت البصل المقلي. وبكده عملنا احلى شطة بطريقة سهلة. يلا نحضر الحمص. انا هنا مستخدمة حمص جاهز في علب، لكن انتوا لو هتستخدموا الحمص العادي بنسويه بنفس
نفس طريقة العدس ولكن بيختلف في المدة. الحمص بياخد مدة أطول في السوى. بنغسل الحمص وننقعه في مية سخنة لمدة 10 دقايق، وبعد كده بنسلقه في مية سخنة لمدة ما بين 15 ل 30 دقيقة لحد ما بيستوي تماما. وبالنسبة للحمص المعلب بننقعه في مية سخنة لمدة 5 دقايق عشان نشيل المادة الحافظة، وبعد كده بنصفيه وبنضيف عليه معلقة من زيت البصل المقلي. وبكده احنا جهزنا كل مكونات الكشري. يلا بينا اوريكم ازاي احنا بنقدم الكشري. هوريكم طريقتي في تقديم الكشري، ومعظم المحلات بيقدموها بالطريقة دي، وهقول لكم ازاي تقدموا الكشري لو هتقدموه لعدد افراد كتير. اول حاجة بنحطها المكرونة وعليه الرز اللي بالشعرية، بعد كده بنحط العدس وعليه الحمص، وبعد كده عليه صلصة الطماطم والبصل المتحمر، وبعد كده بنحط الدقة والشطة، ودي بتبقى على حسب الرغبة. وبكده احنا عملنا احلى طبق كشري. بنقدمه بالطريقة دي لو الكل بياكله بنفس الطريقة، لكن لو في اختلاف في الاذواق بنقدم كل صنف في طبق كبير او صينية كبيرة، وكل واحد بيغرف طبقه على حسب ما بيفضل. وبكده قدمت لكم طريقة عمل الكشري بكل تفاصيله وأسراره بطريقة سهلة وبسيطة. والكشري من أشهر الأكلات الشعبية المصرية اللي لا يختلف عليها اتنين. جربوه بالطريقة دي وقولولي ايه رأيكم. بالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت جميل. ولو انتم متابعيني لحد دلوقتي أنا بشكركم على المتابعة، واستنوني مع وصفات تانية كتيرة جميلة.